السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ انا النهاردة قررت هخش المطبخ بدل ماما بفرحها واعمل لها اكتر حاجة هي بتحبها. بس اول حاجة بعد اذنكم ادعوا لها كتير علشان تعبانة بقالها 3 ايام، وادعوا لها بالشفاء. ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتي. وكمان اهم حاجة ما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة جبنا حلة وحطيناها على النار، وهنحط بنقطة زيت، مش نقطة يعني حبة صغيرين بس كده. وكمان جبنا بوب كورن هنحطها في الزيت بعد ما الزيت سخن، وخلاص اهو حطيناه. وهنجيب معلقة بقى ونقلبه، وهنجيب كمان حبة من مرقة الدجاج او مرقة لحمة اللي انتوا عندكوا تحطوه، ودي اختياري. وهو خلاص حطيناه وهو بدأ يفرقع، فاحنا هنقفل بقى على طول عشان ما يفرقعش في وشنا. وسامعين بقى صوته وهو بيفرقع، اسمعوا كده. والفشار اهو خلص معانا، إيه رأيكم؟ ويلا بقى بينا نفضيه في طبقة مع بعض. وخلاص جبنا بقى الطبق اللي احنا هنحط فيه، وخلاص بقى هنحط فيه ونقول بسم الله. وشوفوا الحلة طلعت معايا عاملة ازاي، مش محروق خالص وعامله جميل. وكمان جبنا الملح وهنرش عليه رشة ملح، وحاولوا ما تكتروش في الملح علشان احنا كنا حاطين مرقة دجاج. تعالى يا صفص، خد يا حبيب خد. ودي كانت اول وصفة معانا. عملنا فشار، هو حاجة بسيطة بس دي بالنسبة لماما هتفرحها جدا. والحاجة التانية هعمل لها عصير فراولة. بصوا الفراولة حلوة ازاي. يلا بينا نعمل العصير، يلا بينا نحطها ايه في الخلاط بتاعنا، وشوفوا ايه رأيكم، انا جايبها حلوة ولا وحشة. والحاجة التانية هنحط اللبن. انا احتاجت كوباية من اللبن، واحتاجت كمان كوباية تانية. وكمان جبنا السكر، معلقتين مثلا كده من السكر. انا مش بحب فيه السكر كتير ولا ماما بتحب فيه السكر كتير، فانتوا على حسب رغبتكم. في ناس بتحبه مسكر وفي ناس بتحبه عادي زينا كده. وكمان بقى كمان في حاجة جميلة جدا انا بحطها بتودي الطعم في حتة تانية خالص، معلقة كبيرة من الكريم جانتيه، بس كده. وهضرب بقى كل ده وهنعمل احلى عصير فراولة. وجبنا بقى معانا كوباية وهنصب العصير الجميل اللي احنا عملناه، وشوفوا شكله عامل ازاي بقى، شوفوا. وده بقى كان شكله الاخير في الاخر خالص. ايه رأيكم؟ لو عجبكم اعملوه زي كده. ودي بقى الحاجتين اللي انا هفاجئ ماما بيهم. ايه رأيكم؟ عملت بوب كورن وعملت عصير فراولة، شوفوا حلوين ازاي. يلا بقى نجرب البوب كورن عشان بحبه قوي، طعمه تحفة بجد. واتمنى تشيروا الفيديو وتدعوا لماما في الكومنتات كتير قوي، ربنا يشفيها لينا. وما تنسوش لايك علشان ماما لما تقوم تفرح بالفيديو وتقرأ الكومنتات. ولو انتوا حبيتوني قولوا في الكومنتات اللي انا اطلع في فيديوهات تانية مع ماما. ومع السلامة.